السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. كما كتشوفوا الوصفة ديال اليوم طبق ديال السفة المدفونة بالدجاج أو المردومة بالدجاج، كل واحد واشنو كيسميها على حسب كل منطقة. طبق تقليدي مغربي بامتياز، كيجي رائع وكيجي زوين بزاف لذيذ. يعني السفة المدفونة كما قلت لكم أو المردومة، راه يعني كلشي كيحماق عليها وكلشي كيبغيها. حتى بالنسبة للمبتدئات اللي غادي يفوروا الشعرية ديال السفة لأول مرة أولا فايتين مفورينها وتعجنات لهم، تبعوا معايا الطريقة والمقادير والطريقة ديال التحضير ديال يعني التفوار ديال السفة، وإن شاء الله ما تعجن معكم ما حتى شي حاجة. كما كتشوفوا عندي تما كمية ديال الشعرية ديال السفة، كيلو ديال البصلة، يعني الدجاج على حسب أفراد العائلة. عندي تما شوية ديال الربيع مقطع، شوية ديال معلقة ديال السمن، ضرس واحد ديال الثومة اللي درت أنا، تقدروا ديروا كتر. في العطرية معلقة صغيرة ديال السكينجبير، معلقة صغيرة ديال الخرقوم بلدي، معلقة صغيرة ديال القرفة، نص معلقة صغيرة ديال البزار، معلقة ديال العطرية ديال المروزية اللي كتعطيها وتضيف لها واحد اللذة خطيرة، يعني كتجي فيها واحد البنة يا سلام مع ديك العطرية ديال المروزية. بالنسبة للمعدنوس عندي أنا مقطع، يعني مقطعاه وديراه في الفريغو. من الأحسن إلا كان كيتوفر عندكم يعني شوية ديال المعدنوس والقزبر هكاك، يعني قبيطة هكاك تقبطوه وديروه زعما مع الدجاج يطيب، من الأحسن. أنا ما كانش عندي، كان عندي مقطع ودايراه في الكونجيلاتور، داكشي اللي درت. عندي زيت الرومية والزيت البلدية وشويه ديال الملحه ما درتهاش في، يعني ما درتهاش في الدجاج، لان الدجاج انا راني غاسلاه في الملحه ومرقد في الملحه. صافي ما يعني ما بغيتش ندير الملحه دابا، والسمن عندي مالح، ما بغيتش ندير الملحه دابا، قلت خلي حتى الاخر نذوق، الا بغيت الملحه نزيدها، ولكن ما زدتش الملحه في الاخر. صافي السفه يعني ما كتبغيش تجي مالحه بزاف، يعني كتجي ما بين الملوحه والحلاوه. صافي وكما قلت لكم عندي الزيت البلديه وزيت الروميه وما درتهمش ديك الساعه، يعني رطيت دابا الدجاج يطيب مع شويه ديال زدت له واحد الكويس ديال الماء ورديته يطيب، يعني دخل فيه شويه ديك العطريه، عاد من بعد غادي نضيف له زيت الروميه وزيت البلديه. هنايا خديت كيلو ديال الشعريه ديال الصفه، بالنسبه لي انا خديت كيلو ديال الشعريه ديال الصفه، حيدت منه زلافه واللي بقى درته. يعني كنحاول هكايا ندخل فيها ديك الزيت هكا باش ما تعجنش وما تلصقش حبه مع حبه، تجي مفركه وزوينه. انايا كنتاكد زعما واش دخلات فيها ديك الزيت مزيان. انايا خديت الكسكاس، راني راده البرمايط، راده فيها الماء زعما وردها طيب. هنايا ندير الصفه في الكسكاس وغادي نردها تفور لمده ديال نص ساعه. التصفيره الاولى كنفورها لمده ديال نص ساعه باش ما تاخدلياش وقت في التفوار المره الثانيه والثالثه، لان غنفورها 3 ديال الفورات. صافي هنايا درت السفه في الكسكاس ورديتها فوق البرماتفور، وجيت للدجاج اللي لقيته شويه دخلته هذيك العطريه، عاد درت له الزيت ما كنديرهاش انا في الاول، ماشي غير في السفه، في اي يعني في الطياب ديالي كامل ما كنديرش الزيت لا في اللحم ولا في الدجاج. كنحاول هكا نردو حتى تيدخلوا شويه ديك العطريه، بالاخص الا ما كانش مرقد يعني من قبل، حتى كتدخلوا شويه ديك العطريه عاد كنضيف الزيت. صافي وزدت هذوك 4 ديال البصلات ديالي كما قلت لكم، وصافي سديت الكوكوط ما قفلتش، غير حطيت يعني الغطايه من الفوق. يعني من بعد ما فارت ليا الصفه الفوره الاولى كما قلت لكم لمده ديال نص ساعه، حاولت ندير هذاك المنديل من الفوق هكا باش ما تعرقش، باش ما تعرقش الغطايه ديال الكسكاس وتقطر عليها وتعجن من الفوق. درت منديل عاد سديت، خويت عليها داك الماء ديال يعني فاش فارت الصفه كما شفتوا خويته من البرمه، يعني درت الكسكاس فوق القصعه وخويت عليها الماء طايب. صافي انا كنحاول هكايا نطلع من ديك الصفه اللي لتحت مقيوصه بالماء طايب، كنطلعها الفوق والاخرى كنهبطها لتحت بحال هكا. هي جاتني باقا شي شويه خاصها الماء، وليت رديتها نيت في واحد الجبانه بحال هذه المهم اللي كتشوفوا هنايا، وليت خويت عليها الماء من الفوق.
خليتها قطرات شويه وليت رديتها للقصعه، خليتها انايا تشرب شويه يعني الماء اللي بقى فيها، وجيت نعسل الزبيب. درت له معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه كبيره ديال الزبده، وجوج ديال لي مورسو ديال السكر، تقدروا ديروا 4 المعالق سنيده. في الاول درت الماء كما غادي تشوفوا، درت الماء من بعد ما شرب الزبيب هذاك الماء وتعسل شويه، وليت زدت له شويه ديال المرقه ديال داك الدجاج. هذه التفويره الثانيه كما كتشوفوا، من بعد ما رديت الكسكاس المره الثانيه فوق البرمه، وليت عاوتاني خويت عليه داك الماء نيت، يعني ديال التفويره الثانيه وليت خويت عليه هذاك الماء صافي هكا ورديتها للقصعه. هنايا كندهنها بالزبده، تقدروا ديروا الزيت، المهم انا درت الزبده كتعطيها واحد اللذه، والملحه وكاس ديال الحليب. الحليب اختياري، اللي بغى يديروا، اللي ما بغاش يديروا ممكن يدير غير الماء، يعني كاس ديال الماء ويخليها تشرب داك الكاس ديال الماء. انا درت هنايا كاس ديال الحليب وخليتها تشرب ليا شويه داك الحليب. ملي كنحاول هكايا نحلها بالفرشيطه لانها سخونه بزاف، الا اللي قدات تحلها بيديها تحلها بيديها وتحاول تدخل لها ديك الزبده وداك الحليب. انا ما قديتش كاع نقيسها بيدي، سخونه بزاف. السكر درت هنايا تقريبا واحد 100 غرام ديال السكر، سكر كلاصي. اللي بغاها تجيه حلوه، اللي ما بغاش يعني الحلاوه ممكن ما يديرش سكر كلاصي، ولكن السكر كيعطيها واحد اللذه زوينه. صافي هكا من بعد ما خلطت مزيان وليت رديتها المره الثالثه التفور، يعني ديال المره الثالثه وليت رديتها الكسكاس ورديتها. يعني في هذا الاثناء راه الدجاج مازال تيطيب ليا. صافي هكايا حليتها وليت زدت لها الزبده، يعني هذه المرحله الاخيره هي هذه ديال الشعريه. المره الثانيه واحد 10 دقائق، والمره الثالثه عاوتاني فارت واحد 10 دقائق، يعني الثالثه والاخيره. صافي هنايا عاوتاني راني كندهنها بالزبده، راه سخونه بزاف، مع كتشد سخونيه ما قديتش نحلها بيدي، كنحاول بديك الفرشيطه هكاك ندخل فيها ديك الزبده. صافي وهنايا جيت يعني نحطها في صحن التقديم كما كتشوفوا. خديت هذيك القصيعه الصغيره، درت الطبقه الاولى المره الاولى ديال، يعني جات المرحله ديال التفين ديال باش ندفنوا الدجاج. درت الطبقه الاولى ديال الشعريه، وانا غادي ندير كما كتشوفوا مريقه، راه جات خاسره ديك البصيله وداك الدجاج طايب على حقه وطريقه. صافي هكا استفز داك الدجاج. كاين اللي كيبغي يفرتت الدجاج يحيدو من العظم ويفرتتو ويخلطو مع ديك التغميره، اولا كاين اللي كيبغي يدير التغميره من الفوق وعادي يحط عليها الدجاج من الفوق هكاك مفرتت. كل واحد والطريقه ديالو في التقديم، وكل واحد والطريقه ديالو كيما كل واحد كي غادي يبغي يزين. بالنسبه لي انا هنايا زينتها بالتمر معمر، البيض مسلوق، البرقوق معسل وفنتو هكا في شويه ديال اللوز نيت مهرمش، والزبيب معسل كما قلت لكم، واللوز مقلي. كنتمنى الطريقه ديال الصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وبصحه والراحه.